انا جيت. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، عاملين ايه يا شباب؟ واهلا بكم في فيديو جديد. النهارده جايب لكم تجميعة رايقة جدا وناس كتير طلبوها مني، تجميعة في حدود 300 دولار، حوالي 15000 جنيه، تكون مناسبة للجيمنج وتقدر تشغل لك اي لعبة حرفيا بدون مبالغة، كمان تشغل معاك المونتاج في نفس الوقت. مش بس كده، هقول لك على طريقة ذكية جدا ممكن توفر بيها حوالي 1500 جنيه من ثمن التجميعة ومن غير ما تخسر اي اداء. بالعكس يا صديقي، انت تقدر تستثمر المبلغ ده في قطع تانية وتاخد اداء افضل بكتير. وهنتكلم كمان عن قابلية التطوير في التجميعة وازاي تقدر تبدأ بيها دلوقتي وتطورها تدريجيا. لكن قبل ما نبدأ، اوعى تنسى يا صديقي تدعي لاخواننا واهالينا المستضعفين في كل مكان. اللي بيحصل هناك دي جريمه هيشهد عليها التاريخ، واللي بنشوفه كل يوم بيكسر القلب، بس اضعف الايمان ان ندعي ليهم. اللهم كن لهم عونا ونصيرا، اللهم الطف بهم واحفظهم بحفظك، وارحم شهدائهم واشف جرحاهم وفرج كربهم وانصرهم على من عاداهم وظلمهم. اللهم انهم مظلومون فانتصر، اللهم انهم مستضعفون فاعنهم، واجعل لهم من كل ضيق مخرجا ومن كل هم فرجا. اللهم امين يا رب العالمين. وصلى على النبي عليه افضل الصلاه والسلام. ويلا بينا نبدا الفيديو. اول قطعه هنبدا بيها وهي المعالج، والمعالج اللي معانا هو الرايزن 5 3600. المعالج ده اتكلمت عليه اكتر من مره قبل كده، واخر مره كان في فيديو افضل المعالجات الاقتصاديه اللي هو الفيديو اللي فات. بصراحه ما لقيتش انسب من المعالج ده استخدمه في التجميع النهارده، خصوصا انه بيوازن بين الاداء والسعر، كمان هيكون مناسب للكارت اللي هنتكلم عليه بعد شويه. لو حابب تعرف تفاصيل اكتر عنه روح شوف الفيديو اللي فات. المعالج ده يا صديقي من اصدار 2019، وكان نازل بسعر 200 دولار، وعمل طفره في الفئه المتوسطه، وجاب 6 كور و12 ثريد، وبترد اساسي 3.6 جيجا هرتز، وبيوصل ل 4.2 جيجا هرتز، وشغال على معماريه الزين 2 بدقه تصنيع 7 نانومتر، وبيسحب حوالي 65 واط، يعني مش بيحتاج تبريد قوي. واقدر اقول لك انه سعره الحالي مناسب جدا للاداء اللي بيقدمه، هتلاقيه من اول 50 دولار لغايه 55 دولار، وممكن السعر يزيد شويه لو لقيته بالبوكس بتاعه. نيجي دلوقتي للمذر بورد او البورده، ودي قطعه مهمه جدا في اي تجميع. سعرنا النهارده هو بورده بي 450، واللي تعتبر واحده من افضل الخيارات الاقتصاديه اللي تقدر تركب عليها معالجات قويه من غير ما تقلق، وكمان تقدر تكسر سرعه المعالج على البورده بدون اي مشاكل. ممكن حد يقول لي طب ليه مش اي خيارات تانية زي الاي 320 او الاي 520؟ ببساطه لان البي 450 احسن بكتير، بتديك حريه اكتر في التحديث بعد كده، وكمان بتشتغل بشكل احسن مع المعالجات القويه. البورده دي بتشغل معالجات رايزن من اول الجيل الاول لحد الجيل الرابع، وكمان الجيل الخامس، بس لازم تعمل تحديث للبايوس. نيجي بقى لسعر البورده، هتلاقيه في حدود 60 دولار او 3000 جنيه. نيجي للرامات، واللي هتكون 16 جيجا بسرعه 3200 ميجا، ودي كفايه للجيمنج، هتديك اداء ممتاز في معظم الالعاب. لكن لو انت شغال في المونتاج او بتعمل شغل تقيل زي ال 3 دي، يبقى من الافضل تزود الرامات ل 32 جيجا. لو ميزانيتك مش كبيره دلوقتي 16 جيجا هتكون تمام، لكن لو حابب تطور في المستقبل زي ما قلنا 32 جيجا هتبقى احسن بكتير، خاصه في الشغل التقيل. نيجي للتخزين، هنجيب ام دي 2 128 جيجا، وده هيساعدك في تسريع تشغيل الويندوز والبرامج والالعاب، وهتلاقيه في حدود 16 دولار، حوالي 800 جنيه. وكمان هنضيف اتش دي دي 500 جيجا عشان تحط عليه بعض الالعاب والملفات، وسعره بيتراوح من 6 دولار ل 8 دولار او 300 جنيه ل 400 جنيه. نيجي دلوقتي للكيسه والباور. في الميزانيه دي انا مش بحب نجيب كيسه ار جي بي نهائي، بس بناء على طلب احد المتابعين انه عايز كيسه ار جي بي، عندنا كومبو اقتصادي كويس جدا من زجماتيك. كيسه زجماتيك سكاي 2 مع باور سبلاي من نفس الماركه. اولا الكيسه الزجماتيك سكاي 2 هي كيسه اقتصاديه ولكنها كويسه جدا، بتقدم لك مساحه داخليه واسعه عشان تنظم الكابلات، ومفيش حاجه هتعمل معاك مشاكل وانت شغال على التجميع باذن الله. واهم حاجه التصميم الكويس والجذاب اللي يديك شكل مميز، وده مع وجود تهويه ممتازه عشان تبقى مطمن ان المكونات مش هتسخن على طول. اما الباور سبلاي اللي مع الكيسه هو باور 500 واط، باور كويس وفي نفس الوقت مش هيكلفك كتير، ومعاه كل المواصفات الضروريه عشان تضمن ان جهازك في امان. الكومبو ده اختيار ممتاز لو بتدور على كيسه ار جي بي مع باور كويس ومش هتحتاج تدفع كتير، وهتلاقي سعره متوسط 50 دولار، حوالي 2500 جنيه. نيجي دلوقتي للقطعه من اهم القطع اللي في التجميع، وهي كارت الشاشه. الكارت اللي معانا هو جي تي اكس 1060 3 جيجا، وهقول لك ازاي توفر فلوس وتجيب كارت افضل منه بكتير ومن غير ما تزود جنيه زياده. تعالى بس الاول نتكلم عن مواصفات الكارت. ال 1060 ده من افضل الخيارات الاقتصاديه اللي تقدر تجيبها لو عايز تجربه جيمنج ممتازه بسعر معقول. الكارت بيقدم لك اداء قوي في معظم الالعاب، وبيشغل الالعاب على اعدادات متوسطه لحد عاليه بسهوله. تعالى اكلمك شويه عن مواصفات الكارت. كارت من اصدار 2016، وبيعتمد على معماريه باسكال، وبيجي ب 3 جيجا في رام جي دي 5، وبيسحب حوالي 120 واط. الكارت هيشغل معاك الالعاب والمونتاج بشكل كويس لانه بيدعم تقنيات كتير جدا زي النفيديا جي سينك، ومن مميزات التقنيه دي انها بتقلل التقطيع في الالعاب. الكارت سعره مناسب لغايه فئه ال 80 دولار او ال 4000 جنيه مصري. اغلى من كده السعر هيكون غالي وعندك بدائل افضل. قبل ما ندخل على اختبارات الالعاب، تعال اقول لك على طريقه توفر بيها 1500 جنيه من غير ما تخسر اي اداء. بص يا صديقي، انت عندك كومبو كيسه وباور من زجماتيك، كومبو كويس جدا، بس انت لو مش مهتم بالشكل ومش فارق معاك قوي، وفي نفس الوقت اهم حاجه عندك الاداء، فانت ممكن تجيب اي
كيس عاديه ب 6 دولار او 300 جنيه، وباور من اي ماركه كويسه ب 800 جنيه، زي باور من كولر مصر انا بفضله موجود معايا، هسيب لك صوره له. ممكن تلاقيه اغلى شويه بس سعره المتوسط 16 دولار او 800 جنيه. دلوقتي حد يسالني انا كده وفرت 1500 جنيه، هقدر استثمرهم في ايه عشان الاداء يكون افضل؟ افضل استثمار يا صديقي هيكون في كارت الشاشه. احنا كنا في البدايه عندنا ميزانيه 80 دولار او 4000 جنيه كارت الشاشه، وجبنا كارت جي تي اكس 1060 3 جيجا. لكن لما يكون معانا ميزانيه 110 دولار او 5500 جنيه، الموضوع هيختلف جدا. نقدر نجيب كارت زي الار اكس 5500 اكس تي، كارت ممتاز جدا وافضل من ال 1060 بفرق كويس، وكمان بنفس ال 1660 سوبر. وعندنا خيار تاني اننا ممكن نجيب الجي تي اكس 1660 العادي. بكده لو جبت اي كارت من الكارتين دول هتاخد اداء افضل بكتير من ال 1060، ودي طريقه تزود بيها الاداء بدون ما تدفع جنيه واحد. كل اللي عملته انك استغنيت عن الشكل فقط. تعال بقى نشوف اختبار العاب للتجميع مع كارت ار اكس 5500 اكس تي، نرجع نشوف ايه افضل التطويرات اللي نقدر نعملها في التجميع. Here we go! Here we go! Pull me up! I'm slipping! I've got you. Now stop yelling. Help! Yeah, you're okay. Now, let's go slow this thing down. Where's Javier? He fell. The others will get him. Hey, you don't know me, but a connection of mine told me you're the person that people go to when they need some help. And I might need a little backup. All over the Athletic Bilbao starting lineup. Inigo Martinez plays with Yeray in central defence, and charged with the task of leading the line is Williams. Opportunity to deliver the cross. ده اداة تجميع في الالعاب يا صاحبي. اعتقد انت كده اكيد خدت رايك وشفت التجميع دي مناسبه معاك ولا لا. ما تيجي نشوف ايه امكانيه التطوير في التجميعه. اولا عندك منصه اي ام 4، منصه كويسه جدا وفيها امكانيه تطوير حلوه. ممكن نبدل المعالج لمعالج زي الرايزن 5 5600، هيديك اداء افضل بحوالي 50%. والحلو هنا انك تقدر تغير المعالج بدون ما تحتاج تغير البورده. ولو عايز حاجه اقوى ممكن تروح للرايزن 7 5700 اكس، وده هيديك اداء ممتاز في الجيمنج والشغل التقيل. وبالنسبه بقى لكارت الشاشه، سواء بقى انت هتهتم بالشكل وتاخد ال 1060 مع اداء اقل وشكل افضل، او تاخد الار اكس 5500 اكس تي مع شكل عادي واداء افضل، وده اللي انا برشحه لك. انت تقدر تطور الكارت وتجيب كارت زي الارتكس 3060 تي اي او الارتكس 3070 او الار اكس 6700 اكس تي. وممكن تركب كروت اقتصاديه، مش شرط الكروت دي، بس دي اقوى كروت تركب على المعالج بدون اي عنق زجاجه. ثانيا بقى البورده يا معلم، البورده اللي معانا ممتازه، بس افتراضا انت عايز تركب معالجات قويه شويه زي الرايزن 9 5950 اكس، ممكن تركب بوردات زي الاكس 570 او البي 550. البوردات دي هتشغل المعالج بدون ادنى مشكله، وهتديك جميع المميزات اللي انت محتاجها. ثالثا بقى الرامات، لو انت شغال شغل تقيل يبقى لازم تطور الرامات ل 32 جيجا، او حتى لو كنت جيمر. حاليا بعض الالعاب بقت بتحتاج رامات اعلى، فتبقى تطورها ل 32 جيجا. رابعا التخزين اللي معانا كويسه لحد ما، لكن نقدر نطور التخزين لو محتاج مساحه اعلى او سرعات اعلى. يعني ممكن تبدل الهارد العادي باس اس دي عشان تاخد سرعات اعلى، ولو مش معاك ميزانيه ممكن تجيب هارد عادي 2 تيرا مثلا عشان يكون عندك مساحه كافيه. وممكن تطور الام دي 2 128 جيجا وتجيب ام دي 2 1 تيرا. وبس كده يا صاحبي، دي افضل التطويرات اللي نقدر نعملها في تجميع زي ديت عشان ناخد افضل اداء. وبكده يا شباب نكون خلصنا تجميعتنا الاسطوريه اللي هي في حدود 300 دولار او 15000 جنيه، واللي فعلا تقدر تعتمد عليها في الجيمنج والمونتاج، وكمان فيها قابليه تطوير كويسه. ما تنساش تقول لي رايك في الكومنتات، وايه اكتر لعبه نفسك تشوفها متجربه على التجميع ديت. وكمان لو عندك اي سؤال او محتاج مساعده في اختيار قطعه معينه، انا معاك دايما في الكومنتات. لو الفيديو عجبك بقى ما تنساش اللايك والاشتراك وتفعيل زر الجرس عشان يوصلك كل جديد. وافتكر دايما انك مش لازم تدفع مبلغ ضخم عشان تستمتع وتاخد اداء حلو، لكن لازم تختار صح. لا نصيحه حلوه دي بجد. وهنا على القناه اختيارك هيكون صح دايما باذن الله. كان معاكم محمود ابو خطيب، اشوفكم في فيديو جديد ان شاء الله، والسلام.